ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهارده هنعمل اكله مع بعض جميله جدا. هنستخدم فيها صوص وتوم مطحون، والتوابل بتاعتنا فلفل اسود وبابريكا وملح، وهنستخدم كمان القوطه والتوابل بتاعتنا والسمك مشوي بقى ملوش حل. هنبتدي مع بعض يا بنات الخلطه بتاعتنا. هنعصر الليمون. طبعا زي ما انا قلت لكم، انا حابه اعرفكم تاني على التوابل بتاعتنا والحاجات بتاعتنا. هنستخدم كمون، فلفل اسود وشطه وملح وبابريكا وكركم وبودره بصل وبودره ثوم. اوكي، دي كده التوابل بتاعتنا. وهنستخدم كمان الخضار اللي هنستخدمها يبقى فلفل حامي وفلفل اخضر مش حامي، وليمون وقوطه متقطعه مكعبات، ومعانا توم مفروم، ومعاه قرن فلفل. يعني انا فارمه التوم ومعاه فلفل. الصوص بتاع الصلصه بتاعتنا هيبقى عباره عن ايه؟ همسك القوطه طماطم وهنسلقها مع بعض، وهنحط معاها قرن فلفل احمر ونسلقهم مع بعض كويس، وبعد كده بطحنهم كويس في الخلاط. يبقى كده الصوص بتاعنا. طيب عصرنا الليمون بتاعنا، هننزل معاه بايه؟ بالثوم المفروم ومعاه الفلفل. انا فارمه الثوم دوت ومع الفلفل اهو كويس. وطبعا احنا اللي حابين نقلب التتبيله دي كلها في الكبه مفيش مشكله. وهننزل بقى عليه بالتوابل بتاعتنا، فلفل اسود والبابريكا وكمون وشطه والملح وبودره الثوم زي ما قلت لكم. حابه تضيفي بودره ثوم ماشي، مش حابه خلاص، والكركم. وهنقلب المزيج بتاعنا كويس ومعاه الملح. ونبقى غاسلين بقى يا بنات ايه السمك بتاعنا بقى كويس جدا، عشان احنا هنعمل السمك المشوي في الفرن. انا جايبه سمك سردين وجايبه اخطبوط وايه تاني. طبعا التتبيله دي هتنفع لكل السمك المشوي، هتعجبكم جدا وما فيهاش زفاره ولا اي حاجه. احنا طبعا غاسلين السمك بتاعنا حلو بملح، وحطله ليمون وشاطفينه كويس. وبعد كده هناخده وهننزل بيه بالتتبيله بتاعتنا اللي احنا محضرينها. زي ما قلت لكم انتوا ممكن تضربوها في الكبه لو حابين. بصوا بنقلب كده، بنحشي السمكه يبقى من بره ومن جوه في التوابل بتاعتها. طبعا انا حطيت لها ملح وغسلتها من الملح وليمون. بصوا اهي، بقلبها كويس في التوابل بتاعتنا كده، هتعجبكم قوي. مشوي في الفرن ريحته يا بنات ملهاش حل. وطبعا مش هنستخدم فيه خل خالص، لان الخل بيقلل امتصاص الكالسيوم بتاعه في الجسم. فاحنا هنستخدم الليمون بس. والليمون طبعا هيشيل، يعني مش هيخلي فيه زفاره، واحنا غاسلينه كويس جدا ومحيينه قبل كده بملح وشاطفينه، فمش هيبقى فيه زفاره ولا اي حاجه، تخافوش من الموضوع ده. هندعك كده في الثوم بتاعنا والكمون اساسي والفلفل الاسود والشطه. وبعد كده بعد ما حشينا السمك بتاعنا ننزل عليه كده بنص ليمونه تاني من على الوش اهوت. وبعد كده بنجيب بقى الصوص بتاع الطماطم زي ما انا قلت لكم عاملاه ازاي. بنسلق الطماطم ومعاها الفلفل، وبنطحنهم. بعد ما يتسلقوا بنطحنهم كويس في الخلاط اهو في الكبه مفيش مشكله. وده الاخطبوط كمان احنا حشيه. طبعا انا بعمل بيه بقى الاخطبوطات كده، يعني بيه بالتتبيله دي بحشيه. بتبقى غسلها كويس الاخطبوط، بتغسلي دماغه وبتشيلي منه اي حاجه فيها. بس على فكره الاخطبوط ده يا بنات طعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي. والكريمالي كمان طعمه جميل جدا ويعجبكم. وبحشي الكريمالي من جوه. بصوا بحشيه بالثوم والتتبيله بتاعتنا برضو. طبعا هنا زاد في الطبق برضو توم وليمون وكمون وفلفل. هحط عليهم الصوص بتاع الصلصه بتاعتنا، وهنزل عليهم برضو بشويه توابل صغيره، شويه كمون شويه فلفل وكركم وبابريكا، وهقلب كويس. وهاجي في السمك بتاعنا بقى الجميل، وهنبدأ ايه نحشيه بقى بالصوص بتاعنا. مش هيبقى فيه يا بنات اصلا ميه خالص، يعني مش هيبقى. ليه انا سلقه الطماطم؟ عشان ما تبقاش بتنزل يعني ما بقاش فيها ميه.
تسلقيها مع الفلفل، مش بيبقى فيها ميه خالص، تطحنيها في الخلاط ما فيهاش ميه، وتروحي معبيه كده السمك بتاعنا عشان يطلع مشوي ونشف معاكي. بصوا بعبيه بالصوص بتاعنا كده اهوت، بملى كل بطنه اللي احنا متبلينها اصلا. وكده تبلنا كمان الصوص بتاعنا، يعني مش هنحطه من غير ملح ولا توابل، لا انا حاطه له ملح وليمون وتوابل برضه. واحشي كده السمك من جوه بالفلفل والطماطم. هيعجبكم قوي يا بنات، قوي جربوه ومش هتندموا بامانه. كده كل حاجه فيها نحط الملح بالعدل، يعني احنا بنحط ملح حسب الكميه اللي معانا، يعني حسب كميه السمك اللي انت معاكي بتبداي تحطي الملح بتاعها عشان ما تحداش معاكي وتبقى طعمها مش حلو. بص كده حطيت حشيته من جوه بالفلفل وبالطماطم. وبرضو بمسك الكاليماري والاخطبوط. طبعا انا بنعمل كميه منه، انا وريتك بس اتنين عشان مطولش عليكم الفيديو. اهي بحشي كده الكاليماري بتاعنا بالطماطم وبالفلفل. طبعا انا كنت حاطه له توم من جوه كمان، وغسلاه. الكاليماري بيبقى فيه ماده زرقاء كده، الحبار بتاعه، وبنغسله كويس قوي وبننضفه وبنشيل منه الشوكه، وبنبدا بصوا بحشيه كده من جوه هو الاخطبوط، وبحط له التتبيله بتاعته وبدخلهم في الفرن وبحط لهم الزيت بتاعهم من على الوش وبتدخليه في الفرن. بصوا يا بنات ما فيهوش ميه خالص اهي، فيهوش اي ميه خالص زي ما انا قلت لكم. اوعوا تحطوا له ميه، لا هو هينزل ميه بتاعته وتشوي معاكي ويبقى طعمه تحفه. انا بس كل اللي حطيته رشه زيت على الوش، واللي حابب يستغنى عن الزيت ما فيش مشكله. بس